عمرك سألت نفسك هو أنا ليه دايما حاسس إني مش كفاية؟ يعني هو أنا دايما أستاهل؟ الموضوع مش بسيط زي ما أنت فاكر. طب ما يلا بينا نشوف. في فرق كبير بين اللي بيتمنى فرصة واللي مصدق إنه يستاهلها. الاتنين معاهم نفس الشهادة، بس واحد داخل حاسس إنه أقل من التاني. دخل وقال لنفسه أنا استاهل أبقى هنا، وده الفرق في كل حاجة. تعرفوا إن كل واحد فينا عنده مراية جواه، بس ساعات المراية دي بتبقى مكسورة. لو طول الوقت بتقول لنفسك أنا مش نافع، هتصدقها حتى لو الناس شايفينك عظيم. ابدأ من جوه، ساعتها كل حاجة هتبدأ تتغير. كانت كل مرة تدخل علاقة وتختار اللي يوجعها، وفي كل مرة تقول يمكن أنا فعلا ما استاهلش، لحد ما وقفت قدام المراية وسألت نفسها ليه مصدقة إني ما استاهلش. ومن ساعتها بدأت تقول لأ، واختياراتها اتغيرت. وزي شاب موهوب في التمثيل، بس كل مرة يقول لأ، في غيري أحسن. وفجأة شاف ناس أقل منه بيحققوا حلمه. وقتها فهم إن المشكلة مش في الفرص، المشكلة إنه ما صدقش إنه يستاهل. تعرفوا إن في تجربة بتقول إنك لو وقفت بثقة وتبقى راسك مرفوعة وظهرك مفرود، جسمك ساعتها هيبدأ يصدقك. وإن الكورتيزول يقل والتستيرون يعلى، يعني حتى جسمك بيستنى منك تقول إنك تستاهل. مش مطلوب منك على فكرة إنك تبقى كامل، بس مطلوب تصدق إنك تستاهل. وصدقني، أول ما تصدق ده كل حاجة هتبدأ تمشي معاك.